السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير ويكون نهاركم داز مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتي لمسة سريعة. كنتمنى تدعموني بلايك وسبسكرايب فضلا وليس امرا، وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد. ونبداو الفيديو. اليوم غادي نحضر معكم الطاجين المغربي بالدجاج الخضراء، كيجي على حقه طريقه ولا اروع، بنين ومعلق وبطريقه سهله. بقاو مع الفيديو باش تشوفوا الطريقه. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا الخضر اللي هي البطاطا والقاعه الخضراء والدجاج يكونوا مقطعين لهذا الشكل اللي كتشوفوه في الفيديو، وواحد طماطيشه محكوكه والقليل من القزبر والمعدنوس وواحد البصله مقطعه والثومه والقليل من الازير. اما بالنسبه للتوابل فغادي نحتاجوا نص مغروفه ديال الخرقوم، نص مغروفه من سكينجبير، نص مغروفه ديال ابزار، ونص مغروفه ديال القزبر يابس، ومغروفه ديال الملح وقليل من الزعفران. غادي نوضعوا البصل في الطاجين وغادي ندوزو نشرموا الخضره ديالنا اللي غادي نضيفوا ديك المكونات كاملين، طماطيشه محكوكه، الربيع، ازير، الثومه والتوابل، وغنضيفوا له قليل من زيت الزيتون وغادي نشرموها بهذه الطريقه اللي كتشوفوا الفيديو. بعد غادي ناخذ شويش من ديك الشرموله وغادي نضيفوا على ديك البصله والدجاج، وغادي نشرملو ديك الدجاج مع ديك البصله وغادي نوضعوها فوق النار حتى يتقلاو لنا مزيان. من بعد عاد غادي نضيفوا الخضره من الفوق، غادي نصفوا الخضره من الفوق كما كتشوفوا في الفيديو. غنصفوا على الطاجين كامل. من بعد غادي نضيفوا الجلبنه من الفوق، وديك الشرموله غادي نكبوها على الخضره من الفوق باش بها غادي يطيب الطاجين ديالنا. وغادي نضيفوا الليمون مخلع او الليمون مصير، وغادي نقفلوا على الطاجين ديالنا يطيب شويه، طبيعه الحال على نار مهيله، ما خصهاش تكون النار مرتفعه بزاف. غادي نضيفوا لها الشيفلور اللي كنا طيبناه من قبل نص طيبه، عاد غادي نضيفوا على الطاجين من الفوق. والزيتون احمر غادي نعملوه غير من الفوق حتى هو. وغادي نقفلوا على الطاجين ديالنا وغادي نخليوه يطيب غير بالمهل حتى يطيب على خاطرو، حيت من الاساس ديال الطاجين خصو يطيب على نار مهيله باش كيجي بنين. غادي نخليو الطاجين ديالنا فوق النار حتى كيشرب ديك المراق اللي فيه كامله باش كيجينا ناشف. الطاجين ديالنا وجد كيجي رائع لا في الشكل ولا في المذاق، وفي نفس الوقت صحي، خصوصا انه معدل بالخضره. كنتمنى تجربوه بهذه الطريقه اللي وصفت لكم، انا متاكده غادي يعجبكم ملي تجربوه حيت غادي تذوقوا المذاق ديالو كيجي بنين بزاف. ما تنساوش تخلوا لي الراي ديالكم في الكومنتير وتضغطوا لايك، والصحه والراحه.